الشرك الأكبر لا عذر لأحد فيه. من استغاث بأحد من الخلق، الله يقول: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فالشرك الأكبر لا يعذر فيه أحد. والذين ماتوا قبل الإسلام ما جاء في الحديث أنهم يعذرون. والنبي لما سأله رجل وقال: أين أبي؟ كان به النبي هذا السؤال، لكنه لما قال: أبي وأبوك في النار. ولما قال العباس بن عبد المطلب للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد كان الشيخ يعني أبا طالب يحوطك ويدافع عنك وينصرك، هل نفعه ذلك؟ قال: نعم، إنه في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولا أنا لكان في قعر جهنم. وعمرو بن لحي ذكر النبي أنه رآه يجر قصبه في النار. ولما ذهب صلى الله عليه وسلم يستأذن لزيارة أمه، زيارة قبرها، أذن له، فلما زارها والتفت الصحابة إليها أو التفت إليهم وإذا عيناه مغرقتان بالدم، قال: استأذنت ربي في زيارتها فأذن، واستأذنته الاستغفار لها فلم يأذن لي. وقد قال الله: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا لقربى بعد ما تبين لهم أنهم من أصحاب الجحيم.